النهاردة هعمل معاكم لوبيا بالصلصة من غير لحمة ومن غير اي زفر. تابع معايا الفيديو للاخر والله مش هتندمي. المكونات سهلة وبسيطة وموجودة في البيت. وادي البتنجان المخلل وانا عملته في فيديو قبل كده، وده رز بالشعرية، حاجة في منتهى الروعة. واوعدك بعد ما هتشوفي الفيديو ده هتقومي فورا تعملي لوبيا لاولادك. اول حاجة هنسمي بسم الله، وانا عندي هنا 250 جرام من اللوبيا، يعني حوالي ربع كيلو، وكنت نقعاها قبل منها بيوم. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان اللوبيا علشان تتطبخ على الاقل تتنقع قبل منها ب6 ساعات على الاقل. انا كنت نقعاها قبل منها بيوم، وغيرت المية بتاعتها وصفيتها وحطيت حلة على النار والمية باردة نزلت بيها. المية ما تكونش مغلية ابدا وانتي بتنزلي باللوبيا. وهنا انا عندي الفراولاية دي اللي هي حوارب بيها الغطا، علشان بعد ما اللوبيا هتغلي هتفور منها. اول ما الاقي الشكل ده ما فيش حاجة تقلق خالص، انا ههدي النار خالص زي ما انتوا شايفين كده، مفيش اي مشكلة. واهم حاجة ما تفتحيش عليها لمدة نص ساعة على الأقل، لأني لو فتحت قبل منها بنص ساعة اللوبيا هتفلس. كلمة أمي الله يرحمها، يعني اللوبيا تفصل عن القشرة. فأنا مش هفتح عليها قبل نص ساعة. بعد نص ساعة وأنا مهدية النار فتحت عليها وجستها لقيتها لسه عايزة تتحط في النار شوية. أنا هنا كنت نزلت بمعلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة، وهنزل هنا ببصلاية انا كنت فرماها في الكبة بالشكل ده. هننزل بالبصل بالشكل ده كده وهقلب. لو تابعتي معايا خطوة بخطوة الطريقة والله مش هتندمي. البصلة بدأت لونها يتغير. في الخطوة دي انا مش هسيب لونه يغمق عن كده، وهنزل بالتركية المهمة اللي هتودي اللوبيا في حتة تانية خالص. وهنزل كده بالصلصة، وقبل ما انزل بالصلصة نزلت بمعلقة توم كبيرة مفرومة. والتوابل عبارة عن ملح، جوز الطيب، بابريكا، كمون، كزبرة وفلفل اسود وسبع بهارات. هي فقرة التوم بس اللي هي ما تصورتش للأسف. نزلت كده بالتوابل وما حطيتش كتير لان الكمية مش كبيرة، وحطيت هريسة شطة نص معلقة للي حابب الاكل يكون سبايسي. وحطيت هنا معلقتين صلصة كبار علشان تغمق لون الطماطم. والطماطم اللي انا نزلت بيها في الاول دي كانت عندي متفرزنة في التلاجة، يعني ما اشتريتش حاجة من بره. وحطيت مرق الدجاج، وهقلب بالشكل ده، وبعدين هغطي عليها وهدي النار. هحط الحلة على النار وهنزل بالزيت، وهنزل بالشعرية حوالي نص كوباية، واقلب بالشكل ده علشان الجوانب ما تتغيرش لونها، يبقى كلها لون واحد. واهم حاجة الشعرية ما سيبهاش نهائي من ايدي، افضل اقلب كده من فوق لتحت علشان ما تبقاش لونين وكلها تبقى لون واحد. هاجي هنا افتح على الصلصة، هي كده تقريبا اتسبكت خلاص. وهنزل باللوبيا بعد ما سلقتها وصفيتها بالشكل ده. وهقلب عليها. انا ما كترتش المية بتاعت الصلصة وهسيبها تتسبك، ولو احتاجت ممكن انزل عليها مية سخنة من الكتل. وهغطي عليها واسيبها على نار هادية. هنا هرجع اقلب الشعرية تاني، هي كده لونها بقى تمام. انا كنت غاسلة الرز ومصفيه، انا كنت غاسلة حوالي كوبايتين من الرز. وهنزل بالشكل ده، وهنزل بالملح. وكل كوباية رز عليها نص معلقة صغيرة
اللي هي بتاعت الشاي ملح. كده انا ظبطت الملح، وهقلب بقى الشعرية من فوق لتحت بالشكل ده، علشان بعد ما احط المية مش هقلب الرز نهائي. والتركية الجامدة بقى، هنزل بورقتين من الورق اللورا، وهنزل بالمية المغلية من الكتل. وزي ما قلتلكوا قبل كده، مفيش كتل ممكن نغلي مية في اي حاجة. وهغطي عليها واسيب الرز يتشرب، واول ما يتشرب اهدي النار عليه تماما. ادي الرز اتشرب، هنقله على عين تانية وهدي النار عليه. هفتح هنا على اللوبيا بسم الله ما شاء الله، ما اخدتش وقت واتسبكت واستوت وكله تمام زي ما انتوا شايفين كده. هاخد واحدة اجسها، هي كده خلاص استوت. هقلب تقليبة كده واغطي عليها واسيبها شوية. هنا خلاص الرز استوى، وزي ما قلت لكم الرز ما بيتقلبش نهائي. في المرحلة الأخيرة وخلاص أنا اتأكدت إن هو استوى، بجيب شوكة وبقلبه بالشكل ده. وطبعا هشيل الورق اللورا، خلاص أنا أخدت الطعم بتاعه. زي كده أجيب الرز من فوق لتحت زي ما انتوا شايفين، وطالع بقى مفلفل وطعمه ما اقولكمش حكاية والله بلا مبالغة. هبص كده على اللوبيا، انا من وقت للتاني اجي ابص عليها واشوفها وصلت لحد فين. هي كده خلاص تمام. وكده بعد ما خلصت الاكل، انا كان عندي بتنجان مخلل في التلاجة وبنجر ودي اللوبيا بعد ما خلصت، والرز بالشعرية. عايزة اقول لكم اكلة سهلة وبسيطة وما اخدتش وقت ولا كلفتني، والله لازم تجربوها. الطريقة دي هتخلي اللوبيا في حتة تانية خالص. ولو وصلتي لحد هنا انا بشكركم، وياريت لايك وكومنت وشير.